اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سلسله ما لا يسع المهندس جهل. مفيش شك ان احنا في مصانعنا في مؤسساتنا دايما عندنا في اكشن انت بتعمله. الاكشن ده احنا ساعات بنسميه الصيانه. الصيانه دي ليها انواع. طبعا الاكشن ده انت بتعمله ليه، او الصيانه دي بتعملها ليه؟ انت بتعملها عاوز تخلي الاسيتس بتاعتك ان بروبر كونديشن، يعني عاوز تخلي كل حاجه تمام، كل حاجه شغاله وقت ما تعوزها تلاقيها والكلام الجميل ده. بس الصيانه دي بقى ليها انواع الصيانه مشكلتها ان ليها انواع كتيره جدا وليها تقسيمات كتيره جدا. التقسيمات دي بتختلف حسب انت بتفكر ازاي. يعني انت لو مثلا بتفكر من حيث الجيل، هتلاقي ان الصيانه ديت ليها 4 جيل. في جيل اول، جيل تاني، جيل تالت، جيل رابع، وكل جيل ليه قصته، وكل جيل بيبقى ليه مميزاته وخصائصه. يعني مثلا الجيل الاول ده بيقولوا عليه الجيل بتاع الصيانه التصحيحيه، الجيل الثاني ده بيقولوا عليه الجيل بتاع البريفنتيف مينتننس او الصيانه الوقائيه، الجيل الثالث بيقولوا عليه جيل الكونديشن بيزد مينتننس والريلابيلتي سنترد مينتننس والتوتال برودكتيف مينتننس، الجيل الرابع بيقولوا عليه جيل الداتا دريفن مينتننس. كده انت قسمت بفكر الاجيال. لو انت قسمت بفكر الاكشن، انت بتاخد الاكشن ده امتى؟ فانت كده بتقول انا باخد الاكشن ده قبل الفيلير ولا بعد الفيلير، قبل المشكله ولا بعد المشكله. لو انت قلت قبل المشكله فانت كده بتتكلم عن حاجه اسمها البرو اكتيف مينتننس او الصيانه الاستباقيه. لو انت تدخلت بعد المشكله فانت كده بتتكلم على الرياكتيف مينتننس اللي هي الصيانه بعد الفشل او بعد الفيلير. خد بالك ان انت بتقسم حسب فكرك. يعني في انواع كتيره جدا للتقسيمات. في تقسيمه مثلا بيقسموها حسب الاستخدام، يعني انت بتتكلم على اسيتس ولا بتتكلم على فاسيلتي. لو انا بقسم طبقا للفاسيلتي او الفاسيلتي مانجمنت، بيقولوا اللي انت عندك فيه نوعين من الصيانه، في هارد مينتننس وسوفت مينتننس. الهارد مينتننس انك انت داخل المبنى، انت بتتعامل مع ايه؟ بتتعامل مع اتش باك سيستم، مع بلامنج سيستم، بتتعامل مع فاير سيستم، بتتعامل مع ماكينات، ده احنا بنسميه هارد مينتننس. لو انت بتتعامل مع سيرفيس، بتتعامل مع اشخاص، مع سكيورتي، مع ويست مانجمنت، مع بيست كنترول، كل الحاجات دي احنا بنسميها لاندسكيبنج، كل الحاجات دي احنا بنسميها سوفت مينتننس. فخد بالك تقسيمه المينتننس بتبقى حسب انت بتفكر ازاي. لو انت عشان تعمل صيانه لازم توقف الماكينه، احنا بنسميها شت داون مينتننس. لو انت ممكن تصين والمكنه شغاله بنسميها داي تو داي مينتننس. فتقسيمات المينتننس لا تنتهي. يعني في تقسيمات تم سحبها والتقسيمات دي اصلا غير موجوده دلوقتي، زي مثلا تقسيمه الكوركتيف مينتننس والبريفنتيف مينتننس بس. يعني هو بيقسم الصيانه الكوركتيف بريفنتيف، دي مش موجوده حاليا. وفي تقسيمات ممكن تكون بعيده عن ذهننا، لكنها هي دي الصح، او هي دي اللي احنا المفروض نستخدمها. افضل تقسيمه للمينتننس هي تقسيمه البلاند مينتننس والانبلاند مينتننس. انت بتعمل الصيانه دي مخطط ليها ولا غير مخطط ليها؟ انت بتعملها قبل الفيلير ولا بعد الفيلير؟ يعني رياكتيف ولا برو اكتيف؟ هي دي التقسيمه اللي ما فيهاش لغط، او هي دي التقسيمه اللي ما فيش حد ينفع يتكلم فيها. انا بعمل الصيانه دي امتى؟ عملتها قبل الفيلير ولا بعد الفيلير؟ لو قبل الفيلير احنا بنسميها بلاند او بنسميها برو اكتيف، ولو بعد الفيلير احنا بنسميها ان بلاند او بنسميها رياكتيف. لو استفدت من الفيديو ده وعرفت فيه انواع الصيانه او تقسيمات الصيانه، اعمل لنا لايك واعمل شير. ولو انت عندك اي سؤال متعلق بتقسيمات الصيانه اكتبه في الكومنتس. ولو عندك فكره او محتاج تعرف موضوع او تعرف اساسياته اكتب لنا في الكومنتس، وان شاء الله باذن الله ممكن نحطه في الحلقات القادمه. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.